المفروض ان انت تبقى بلطجي، المفروض ان انت يبقى وراك مثلا بنزيما وفاسكيز، ووراك ميليتاو، ووراك روديجير، ووراك الابا، وراك الحاشيه دي، انت تبقى بلطجي ان انت تجيب الناس دي ويلا يا رجاله عندنا طلعه ضد الجماهير هنشتم في الجماهير ونضربهم. لماذا لا يعاقب فينيسيوس جونيور وتعاقب حاليا ردة الفعل؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل كل شيء اتمنى من حضراتكم دعمكم بالاشتراك في القناه واللايك السريع جدا، ونبدا في الحلقه. طبعا انا مش مع العنصريه في الملاعب او بدون الملاعب، وطبعا ضدها تماما قولا وفعلا ومضمونا، ولكن فينيسيوس جونيور يستحق ما يحدث له تماما. وانا ارى ان ما ردة الفعل اللي اظهرها العالم ردة فعل فيها اوفر شويه في المشاعر. فينيسيوس يستحق ما هو يحدث له. لا، فينيسيوس لاعب مستفز جدا 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 لابعد الحدود. في كرة القدم في العالم الحديث صارت ان هي عبارة عن وظيفة او استثمار. اللاعب فيها لاعب عبارة عن موظف بيصحى للدوام بتاعه الصبحية بدري جدا جدا الساعة 6 عشان يقدر يكون متواجد في مقر الوظيفة بتاعته الساعة 8 اللي هو الملعب او النادي، عشان يقدر يخش في التدريبات من قبل الساعة 8. وبيمشي على نظام تدريبات معينة في اوقات معينة، وبيمشي على نظام غذائي معين جدا، ممنوع من السهر، ممنوع من اكل بعض الاطعمة اللي بيبقى نفسه فيها عشان خاطر ما يختلفش عن النظام الغذائي المحطوط ليه في الرياضه. اي نعم الوظيفه ديت فيها بعض الاشياء السلبيه وليها بعض الايجابيات الكتيره جدا، اجورها عاليه جدا جدا جدا، وكمان برضو الشهره كمان مكسب رهيب جدا. فلا بد من الموظف في الوظيفه دي، لا بد من احترامها. والجمهور هنا بيكون موضوع العميل. لابد من العميل حتى لو تجاوز حده، لابد ان العقوبات تكون من طرف الاداريين او من طرف محكمه او كده. لكن اذا تطاول الموظف في حق العميل، لماذا يعاقب العميل؟ يعني انا اول مره اشوف ان العميل هو اللي بيعاقب. فينيسيوس جونيور في فيديوهات اوضحت ان هو شتم يعني حتى احد الجماهير اللي شتمه وسبه. فينيسيوس جونيور رد له شتيمه. ليه ما تعاقبش فينيسيوس جونيور وتعاقب الجماهير بس؟ طبعا عشان على عجاله الحقوق اللي خدها فينيسيوس جونيور، الثلاثه من جماهير فالنسيا اتمنعوا من حضور الماتشات للابد، مش هيخشوا اي ملعب في التاريخ. وجوههم اتحفظت في اسبانيا وبره اسبانيا في اوروبا كلها، ممنوعين من حضور اي مباراه لحد ما يموتوا يعني. دي اول عقوبه. في فالنسيا اتحط عليه غرامه 450 مليون يورو، ف 450 الف يورو. طبعا مبلغ رهيب رهيب. وطبعا اتمنعت فالنسيا من حضور جماهيرها لمده 5 ماتشات قادمه. فينيسيوس جونيور بيحضر مع بريز في المنصه الشرفيه اللي ما حصلتش في التاريخ، ولا اسطوره من اساطير النادي حضر في المنصه الشرفيه جنب رئيس النادي. حتى كريستيانو رونالدو ما حضرش ماتش قبل كده في المنصه الشرفيه جنب رئيس النادي. فينيسيوس جونيور حظى بدعم رهيب جدا من ريال مدريد ولاعبي ريال مدريد في كل مسابقات وبطولات، سيدات ورجال، في السله، في اليد، في القدم، كلهم في الدقيقه 20 او في قبل اللقاء بيلبسوا تيشيرتات فينيسيوس جونيور جميعهم. طبعا فينيسيوس جونيور حظى كمان بمسانده من الجماهير في الدقيقه 20، كلهم هتفوا وسقفوا تصفيق حار ليه كباب من نوع انواع الدعم يعني. ده غير كل ده طبعا، غير مسانده رودريجو ليه بعد الهدف الاحتفاليه بتاعته، غير مسانده رافينيا، غير مسانده العالم كله بلاعبين العالم كله، برؤساء الاتحادات، برؤساء الدول، كله اعلن تضامنه مع فينيسيوس جونيور وان هم كلهم ضد العنصريه. دي الحاجات اللي خدها فينيسيوس جونيور من اللي حصل في الاخر. حقه ان ما حدش ينفع يغلط في اللون مش هو الحاجه اللي تغلط فيها. لو فينيسيوس جونيور استفزك فانت ممكن تغلط في فينيسيوس جونيور بعيد عن البشره. هذا ما هو استفاد منه او اعتبر فينيسيوس جونيور ان هي نقطه يقدر يحط عليها ان اسبانيا دوله عنصريه، وان جماهيرها ده جماهير عنصريه، وان جماهير اسبانيا ما ينفعش ان هم يغلطوا فيه. على الرغم من ان فينيسيوس جونيور اصلا هو لاعب مستفز جدا جدا لجماهير الخصم. دايما بيتكلم مع جماهير الخصم، دايما ما بيلعبش كوره بس، هو مهاري جوه الملعب. طبعا امهر لاعب في الكوكب حاليا، مهاري جدا. وفي عمليه الفوز يعني ككوره، انا مش هتكلم ككوره، هو ككوره لعيب جدا. ولكن لماذا هو دايما بره الملعب بيتكلم مع الجماهير وبيغلط فيهم او بيستفزهم؟ ولما يستفزهم ايا كان رده الفعل عاقب الجمهور، اللي هو ده طبيعي ردة فعل. يعني هو في الطبيعي ان انا لما حد يعني مثلا فتيل من النار او براميل من السولار او جاز او اي شيء مشتعل يعني، وواحد الموظفين كان معاه سيجاره ورمى السيجاره واشتعلت النيران دي كلها، المفروض ان انا هعاقب البراميل او هعاقب الشركه اللي حاطه البراميل، ولا هعاقب الموظف اللي رمى الشيء اللي سبب في الاشتعال النيران دي كلها؟
هذا هو ما يحدث الان. يعني انا مستغرب جدا اللي بيحصل. فينيسيوس جونيور لعيب كل ماتشاته بيستثير مشاعر الجماهير بتوع ريال مدريد، سواء جماهير ريال مدريد بان هو يقبل الشعار دايما وان هو دايما بيلعب على روح الجماهير، وسواء بيستثير مشاعر فريق الخصم. ليه هو ما بيلعبش كوره بس؟ وحين لما الجماهير يكون في ردة فعل، انا المفروض ان احنا نعترض على الجماهير ونقول عنصريه ومش عنصريه. هي النقطه الوحيده اللي تحولت لعنصريه هو ان احد الجماهير شتمه بلونه. يعني هي الفكره ان هو شتمه بلونه، لكن الحقيقه لو هو ما كانش شتمه بلونه ما كانش هيبقى فيه غلط. يعني ده طبيعي. وحتى ممكن تكون في ردة فعل اوفر، يعني ماشي، احنا البشر مش كلها زي بعضها، مش كلنا عندنا انضباط نفس، ومش كلنا بنتحكم في نفسنا. في بعض الاشخاص ما بتعرفش تتحكم في نفسها وبيبقى عصبيتها زياده، فممكن يكون احد الجماهير عصبيته زياده. انا مش ببرر له، هو ده غلطان في كل الاحوال، ولكن في الاساس السبب في كل اللي بيحصل فينيسيوس جونيور مش الجماهير. يعني ازاي الموظف او ازاي اللي شغال في الكيان يتنصر على العملاء؟ ازاي الشغال في الكيان يتنصر على العملاء؟ ليه ما يشمش تقويم الشاب الطائش اللي اسمه فينيسيوس جونيور ده؟ هو شاب طائش، هو عمره 20 سنه، فرحان وعنده ثقه بنفسه وعنده غرور بنفسه رهيب، عنده غرور بالمنظومه اللي هو فيها ريال مدريد، منظومه افشل منظومه رياضيه اصلا، او افشل منظومه يعني من حيث الضوابط والقواعد. يعني هو كمنظومه داخل النادي وبتحس الثقه على النادي. يعني طبعا انت لعيب بتخش ريال مدريد خلاص انت في حته تانية، بيبقى عندك معيار من الثقه في النفس رهيب جدا ان انت صاحب اقوى فريق في العالم. تمام، ده الجزء ده حلو قوي. لكن الجزء الانضباطي فين؟ الجزء الانضباطي هو المفروض ان انت في نادي قوي، المفروض ان انت تبقى بلطجي، المفروض ان انت يبقى وراك مثلا بنزيما وفاسكيز، ووراك ميليتاو، ووراك روديجير، ووراك الابا، وراك الحاشيه دي، انت تبقى بلطجي ان انت تجيب الناس دي ويلا يا رجاله عندنا طلعه ضد الجماهير، هنشتم في الجماهير ونضربهم. يعني حتى لو الجماهير غلطوا فيك المفروض ان انتوا تردوا الرد ده يعني، ولا المفروض في بعض الاتحادات بقى والفيفا والمحاكم والكلام ده هم يجيبوا لك حقهم؟ انت موظف، انت شخص في نادي، لابد من احترام الكيان اللي انت لابسه واحترام الدوري اللي انت بتلعب فيه. المفروض ان اصلا انا لو رئيس الاتحاد الاسباني انا هطلب وهفرض عقوبات على ريال مدريد ان هم يطردوا فينيسيوس جونيور بره النادي اصلا وبره الاتحاد الاسباني كله، لان انت المفروض بتلعب في الاتحاد، بتلعب في الدوري الاسباني، لابد من احترام الدوري الاسباني. حد ظلمك بترجع لاداره الدوري الاسباني يجيب لك حقك. اداره الدوري الاسباني ما جابتلكش حقك ترفع الموضوع للفيفا، الفيفا ما جابتلكش حقك ترفع الموضوع للمحاكم الدوليه. ده في نظام، انت بتلعب في نظام. لكن خلاص مفيش نظام اصلا، وانا اتخطيت كل الادارات اللي فوق مني دي، والجمهور بيشتمني، انا رديت على الجمهور الشتيمه بشتيمه، وكمان في الاخر في الحق العالم كله بيقف معايا وبيجيب لي حقي وانا غلطان. دي وجهة نظري. امل ان انا ما اكونش طولت واكون شرحتها ببساطه. لو عجبك الفيديو او عجبك طريقه شرحي يا ريت تعمل متابعه في القناه، وشكرا.